شاهدنا النساء يتابعون هذه المواجهة، شاهدنا أيضا الأطفال الصغار، وهذا ما نريده من كرة القدم، وليس تلك الصور التي تخدش الرياضة وكرة القدم على الخصوص. إذا نشيد الوطني وتشكيلة الفريقين بالنسبة لهذه المقابلة. فريق النهضة البركانية يدخل بالتشكيلة التالية: المرابط منير، سراج عادل، عزيز محمد، بلطام مدي، كوناطي محمد عمر، الناجي العربي، الكاس امين، بالرابع عبد المولى، العماري اسماعيل، الحول عبد الهادي. بالنسبه للاحتياط هناك بني عثمان، سانوغو محمد فييرا، تقناوي رضا محمد امين، نيا انس، الوردي عدنان، الحسن اخميس، الشرطي ايوب، وعاطي الله عمر، والمدرب عبد الرحيم طالب. بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي فهو يدخل بالتشكيله التاليه: بن عاشور بدر الدين، هناك العمراني هشام، عطوشي امين، قاسم ايوب، بالرابح محمد، نقاش ابراهيم، الهجوج رضا، والكرتي وليد، ايضا هناك ايفونا مالك، يوسف رابح، ونصير عبد اللطيف. بالنسبه للاحتياط هناك كل من بكري كوني، صلاح الدين السعيدي، محمد عقيد، بلال اسوفي، في فال عبدو، وايضا هناك في الاحتياط كل من كرد ياسين ونعيم اعرب. بالنسبه للحكام الذين يقودون هذه المقابله كل من هشام امتيازي في الوسط، والمساعد الاول عصام بن بابا، وايضا مصطفى الرجي. بالنسبه للحكم الرابع محمد المحيح من عصبه الشرق، والمندوب قاسم حدوت، المنسق العام من حسين غنان من مدينه وجده. إذا كما تتابعون بطبيعة الحال مباشرة على قناة دوزيم، هذه مقابلة تليق بالمشهد الذي نريده في كل مقابلات كرة القدم الوطنية: صراع كروي، نتمنى أن نشاهد مستوى، أن نشاهد الأهداف، ولكن أيضا وهذا الأهم نشاهد هذا الجو الحضاري، الجو الذي يحمس اللاعبين، الجمهور للمجيء إلى الملعب الكل، ونشاهد على الجهة اليسرى الشعارات التي ترفعها الجماهير البركانية. لو أمكن سي حسين أن نشاهد هذه الصور ديال الجهة اليسرى ديال الجماهير ديال بركان، والشعارات التي ترفع الآن في هذه اللحظة. إذا هذه تيفو البركاني في هذه اللحظة، جانب من الجمهور البركاني الذي يحتفي بفريقه. والأكيد أننا دائما نشير أن الجمهور يحضر لمساندة الفريق، ولكن أيضا الجمهور يحضر مع النتائج، مع المستوى الجيد. بالفعل، وخصوصا